السلام عليكم المشاهدين ديالي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. عواشكم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم بشي جديد. المغاربه كل عام كيدابزوا مع الشباكيه. القاعده ديال الشباكيه حنايا المغاربه ما كنتغناش على الشباكيه ديالنا. هي الشباكيه ديالي كتجي زوينه، المهم شاربه العسل، خفيفه، ولكن واخا الشكل ماشي هو هذاك، الشكل ماشي هو هذاك حتى لتماك، ولكن ما تعينونيش في الشكل ديالو، ماشي مشكل. المهم شباكيه تتبقى شباكيه. حيت واقيلا اخر المره كتشارك معكم شباكيه، كلشي دارهم شباكيه سلا وانا الاخرى. يلا ماشي مشكل، الا بغيتو تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، المهم على طريقتي انا، خليكم معايا تشوفوا مجموع. المهم انا غادي نستعمل هنا الدقيق، كيلو ديال الدقيق. ها هو غادي ندير الزنجلان مطحون محمر مزيان مزيان، جوج الكيسان ديال الزنجلان مطحونين محمرين. الا بغيتو ديال اللوز غادي نتوما الاختيار. عندي هنا الماء زهر، وعندي هنا الكاس ديال زعفران شعره مع شويه الماء، وعندي هنا الخل الابيض، المهم هذاك اللي طفوفه عندي. انا عندي هنا حب الحلوى النافع، حب الحلوى. عندي هنا الخلاطه، غادي ندير العجانه، بغيت نقول لكم اسمحوا لي. عندي هنا العجانه، غادي ندير فيه كلشي النواشف، غادي تخلط بشويه بشويه، ومن بعد بالاخر نعجب شويه بيدي. غادي ندير الزنجلان مطحون، انا درت لكم جوج الكيسان، انا درت واحد الاول، هادي خصها يكون مطحون مزيان، حيت غادي ندير هنا حب نافع ولا شمندر ولا ما عرفت، عنده بزاف السميه. الملعقه كبيره كتشوفوا. انا عندي هنا الحب الحلوى، عاود أنا الملعقه كبيره ديال حب الحلوى، حبات الحلاوه، وشويه الا عندكم مسكر الحر هو هذاك، انا ما توفرش عندي، ما لقيتهاش. عندي الملعقه ديال القرفه، صافي. غادي ندير واحد الخماره 15 غرام، ديري غير شويه النص ديالو، ماشي انا درتها كامله، كتجي فتيه فيه، كتجي زوينه من الداخل. وندير شويه الخميره ديال الخبز، غير شويه باش تمجعات شويه، باش تجي خفيف لداخل. صافي هذاك الخل والماء والزعفران والزيت وهذاك الشيء غادي نديرها للاخر. دابا غادي نبقى نخلط شويه النواشف الاول، غادي تنساو شويه الملحه. المهم شباكيه المغاربه ديالنا كلشي كيعرف يديروا شباكيه. المهم انا غير كنشارك معكم الطريقه ديالي، والمهم قبلوا عليا على الفيديوهات ديالي والهضره ديالي البسيطه جدا. ايوا المهم التشجيعات ديالكم باش نمشي لقدام. شكرا بزاف على المشاهده، واخا قليله مشاهدين ديالي. دابا درت، غادي ندير الخل النص الكاس. بعد ما درت البيضه انا درت النص ما عامرش ديال الماء ديال الخل الابيض، حيت ما عنديش هذاك الاخر ديال المغرب. غادي ندير الكاس ما عامرش ديال الماء زهر، عفوا على الصوت حيت.
ودابا عندي هنا الكاس بالماء عامر والزعفران الشعرة. دابا غادي نزيد الاول الحقه حتى هذا غادي ندير غير شويه ما الكاس ما عامرش. عامرش الكاس. دابا غادي نعاود الكاس ما عامرش ديال الزبده غادي نصفيها بالماء ديالو بعد ما هذاك الزبده الحيوانيه ماشي هذاك العلبه. المهم اللي عندكم اللي طمو ماشي ضروري. هذا انا قلتلكم في الاول القاعده ديال المغاربه ديالنا ضروري خصنا نديرو شباكيه وصافي. ولاني كتشوفوا ما فيه حتى شي حاجه غير طحين السكر مقليه في الزيت. المهم ماشي مشكل. انا عندي هنا الزعفران بالماء. هاد الزعفران بلا ما تصفيو هذاك كيدوب ما فيه زعما ما كيتقطعش الورقه. كما هاد الزعفران ما غادي تقطعش الورقه دغيا كيدوب. حيت الا بغيتو ديرو كتار باش تصفر اكثر من هذا هو الاختياري. انا درت غير هذا. دابا من بعد ما تعجنات شويه مزيان غادي نبقى نعجن بيديا حتى تولي رطبه. نتوما كتشوفوا الكيلو ديال الطحين عزني غير الكاس ديال الماء ديال مع زعفران وهداك الاخرين الزيت وما زهر والخل كيجيني غير نص ديالو. نعجن شويه بيديا مزيان حتى تولي رطبه ما غادي تقطعش ولكن رطبه ماشي قاصحه بزاف. حيت الا رطبه بزاف عاود الشكل ديالو كيجي صعيب في التشكال. هذاك الشيء انا كنت درتها رطبه حتى في الشكل ديالها كتعذبي. خصها ديري قاصحه باش الشكل ديالو كيجي زوين في المنظر ديالو. ولكن ماشي مشكل. ايوا المهم هو المذاق ديال الشباكه ما واخا الشكل ماشي هذا كل واحد الشكل ديالو. حيت انا كنعيا كنفرج في اليوتيوب في البنات كنفرج في التيك توك الناس كيشبكوا زوين كتجي المنظر يا سلام. ولاني انا ما كنحفظش الشكل ديالو صافي كندير من راسي وصافي ماشي مشكل. دابا غادي نخليها ترتاح شي شويه. دابا غادي بعد ما نوجد الحوايج غادي نبقى نبسطها ونطويها وصافي. وهداك نمشي نجيب الدلك الا بغات كتلصق ديروا شويه طحين. ولكن هذا جات ما كتلصقش زوينه. المهم غادي نبسط شي شويه ومن بعد غادي نطويها بحال العجين المورق. غادي نطويها شي شويه ومن بعد نديرها في الميكا باش تبقى رطبه ما كتنشفش في الهواء. غنطويها هكاك بحال الرايف. صافي دابا هكاك انا غادي نبقى نقطع على 4 ولا على 3 باش تدخليها في الماكينه وصافي اللي بغيتو نتوما. هاد الكولور ديالو ماشي صفر بزاف. انا ما درت الزعفران بزاف. المهم تغير اللون هذاك الابيض وصافي. هذاك الزعفران كيتغير اللون الخبز مع هذاك الاخر. وهذا كتبان شويه البنيه حيت فيه الزنجلان بزاف. 2 الكيسان في الكيلو الطحين كيغلب عليه فيه الزنجلان بزاف. هذاك الشيء واقيلا في كيلو بركه غير الكاس. المهم الاختياري. دابا غادي نمشي للماكينه ونمشي للطابله وصافي غادي نبقى نبسط ونعجن ونطلق حتى نسالي الكميه اللي عندي. حيت انا الصراحه ما كنحيدش الجناب باش نبقى نعاود غادي كنقطع نيشان هكاك واخا ما كتجيش مزيان في الشكل هو ماشي مشكل. هكاك ما تجيش مزيان في الشكل. المهم تبقاي تعاودي وتعجني وتعاودي. انا كنقطع الجناب واخا هكاك بحال هذيك ما غادي نقطعهاش نعاود ونعجن.
نحطهم نيشان ونجمعها. المهم غادي نستمر هكاك حتى نسالي. هانتوما الشكل تاعي ها هو، ندير هكاك واحد غادي نجمعو واحد نديرو وندير نطوي على الداخل. كتجي ساهله، ما كان نعجنش بزاف الجناب باش ما هذاك. غادي نطلق واحد نهز واحد، نطلق واحد نهز واحد ونقلبها هكا بحال هكا بلا ما ندير شي الموه. هذاك التشكيل ديالي انا، حيت عندكم ديروا ليا تعينوني يلا ماشي مشكل. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. ايوا المهم لعلو الا عجبكم الفيديو والطريقه ديالي ما تنساوناش لايكات واشتراكات، هو مهم فضلا وليس امرا. القناه منوره بكم، ماشي على حساب شي حاجه، انا بسيطه كنشارك معكم. المهم السلام عليكم، فيديو الاخر ان شاء الله. خليكم معنا المقالي. بغيت نوضحوا معكم، نسيتو العسل. انا العسل وانا كنشريه حاجه زعما ماشي هذاك رخيصه ولا زوينه، ما كتقصحش، ما كتجي ما كتجيش زعما. ندير هنا الزيت وهنا العسل. ها هي العسل خفيفه، كنسخن شي شويه، المهم ما دافيه وصافي. استعملت هذا العسل هذا ديال البيني، كاين في بوكو بلايص رخيصه، 3 اورو ونص الكيلو، 3 ونص، 3 اورو ونص، 3 نص كيلو 500 غرام. ايوا المهم تلالاو فراسكم، السلام عليكم، اشكر مبروكه.